يا مساكم الله بالقبول، صليتوا على رسول الله. شوفوا الحرب في هذه البلاد إذا ما تلافتها يعني المملكة العربية السعودية والعقلاء في مجلس التعاون الخليجي قبل فوات الأوان، حرام لا تصل إلى بلادهم، ولا تفكك الخليج وتخليه دولة لا ترى دولة. الحرب في هذه البلاد واستمرار الحرب واستمرار المشاكل في هذه البلاد عواقب خطيرة وعواقب كارثية. بلغوا قيادة المملكة العربية السعودية إذا هي تشتي تحل المشاكل في هذه البلاد وعندها نية لحل المشاكل في هذه البلاد، إن الحل أبسط من شرب الماء. تفتح المجال لأبناء الشعب اليمني يسعوا ويترزقوا الله على أولادهم وعلى أسرهم، أو تضيف هذه البلاد إلى مجلس التعاون الخليجي وانتهت المشاكل. انتهت المشاكل مرة. حرام ما عاد تحصلوا مظاهرة في هذه البلاد، ولا عاد تحصلوا حديد يفتح ثمه. الناس ماتت من الجوع، بس راح تطلب لها الله على عيالها وعلى أسرها وعلى عوائلها. وهؤلاء اللي يدعوا يعني للمظاهرات يعني كل خميس ولا كل جمعة في الميادين ب1000 ريال ولا ب500 ريال، ما عاد بيحصلوا حد، ما عاد بيحصلوا حد يتظاهر معاهم، والناس بس راح تطلب لها الله. حتى العساكر حرام إن ما ذلحون بنادق في شوارع وشرحوا يطلبوا الله على أسرهم، فحلقتوا شنبي. الحل أبسط من شرب الماء. بلغوا القيادة السعودية الحل أبسط من شرب الماء. الفقر والجوع أخرب البلاد، هذا ما أخرب البلاد إلا الفقر والجوع. يحاولوا يسيطروا على الفقر والجوع في هذه البلاد، ولا عاد سمعوا كلمة حلقوا شنب. ما عليكم من ذي يحكم ولا من ذي يحكم الآن، ولا مع من الشمال ولا مع من الجنوب، بتحصلوننا فيما بعد واحد ألا جنبه تخزوهن علم كرسي قدكم من زمان يتخزونا دنابي. بعدين بتحصلوننا عالجوا المشكلة الآن، عالجوا مشكلة الفقر والجوع وبعدين بتحصلوننا جنبه سلحوهن علم كرسي قدهم دنابي. عذيلا حقتكم ذي يحكموا اليمن من 50 سنة مدري من 60 سنة. هي هذا ما حبينا أن نوجه لكم، إذا باقي إنسان صاحب عقل وبصيره ويفهم الكلام. حرام إنما انتهت الحرب في هذه البلاد ألا لا فككت الخليج وخلت أبوه دولة لا ترى دولة.